السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. اليوم غنحضروا معاكم بسيطلات معمرين بواحد الحشوه غزاله، والبريوات معمرين كذلك بواحد الحشوه لذيذه ما تشبعوش منها، وطريقه الاحتفاظ بهم في الفريغو، وطريقات باش يبقاو لكم طول شهر رمضان ان شاء الله. غنبداو اول حاجه بالمقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو واحد الدجاجه تقريبا اللي يكون الوزن ديالها ديك كيلو ونص هكاك. غديروا فيها العطريه، الابزار، سكينجبير، الكركم، وشويه ديال الكمون، شويه ديال القرفه، وشويه ديال الزعفران الحر. كديروا شويه ديال السمن الحار وشويه ديال الثومه محكوكه. كديروها حتى هي تقريبا 2 دراس ديال الثومه، وشويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين. كتخلطوا كلشي وكتزيدوا شويه الماء. كدير الملحه بطبيعه الحال باش تقادوا الذوق، وكديروها في واحد الكوكوت، كديروا عليها داك الشرموله ديالها وداك الماء ديالها. من الأحسن تبيتوها مرقدة في هاد الشرمولة. أنا كنت مزروبة بزاف ما بيتهاش مرقدة. كتبداو تقبوها بالموس مزيان، وكديروا لها شوية الزيت وكتخليوها تغلي فوق البوطة. من بعد هنايا غادي نطحن البصلة ديالي، غنطحنها مزيان في الهاشوار وغنضيفها في الكوكوت على داك الدجاجة وديك العطرية، وكنزيد شويه ديال الزيت بلديه في الاخير. وكنسد كلشي. داك الدجاجه كنتقبها مزيان بالموس، وكنسد كلشي عليها وكنخليها طيب واحد المده ديال 20 دقيقه ولا 25 دقيقه، وكنحيدها من فوق البوطه. هنا غنشد الحشوه الثانيه اللي غيكون فيها الكفته. غنشد واحد الكميه ديال البصله محترمه، غنشدها غنطحنها مزيان في الهاشوار، وغندير لها الملح والزيت وغنحطها فوق البوطه. كنضيف عليها واحد نص كيلو ديال الكفته اللي كتكون فيها العطريه ديالها. الكفته ديال ما بغيتو، هنايا ديال لادند فيها العطره والعطريه، وكنضيفها وكندير لها شويه الملح، وكنخليها تشحر واحد شويه. كنضيف ليها واحد 2 ديال الحبات ديال خيزو محكوكين. الا عندكم القرعه كتضيفوها، الا ما عندكمش كتستغناو عليها كاع. ماشي مهمه بزاف، مهم كتضيفوا شويه الابزار وشويه ديال السكينجبير، وكديروا شويه ديال الزيت العود في الاخير، ومعلقه ديال الهريسه. هنا غادي نمشي لداك الدجاجه ديالي، راني حيدت ليها العظيمات وفرتتها بهذه الطريقه هذه. والشرموله ديالها كنضيف ليها 2 بيضات بحال كتصايبوا البسطيله، ولكن ماشي بديك الطريقه. المهم كتشدوا ديك الشرموله ديروا لها 2 بيضات، كتخليوها حتى كتشحر فوق البوطه، وكتضيفوها على داك الدجاج اللي قطعتوه فرتيتات صغيورين. كتضيفوا هنايا شويه ديال الشعريه الصينيه اللي كتسلقوها، وكتضيفوا واحد الكميه، وكتبقاو تخلطوا كلشي بواحد المغرفه مزيان حتى كيتخلط لكم جميع العناصر، وكتخليوها على جنب حتى كتبرد. هنايا في ديك الكفته ديالي من بعد ما بردات شي شويه كنضيف ليها هنا الشعريه الصينيه ومعلقه ديال الهريسه حاره. اللي باغي الهريسه، اللي ما باغيش ما تضيف. تبداو تذوقوا في الاخير وتزيدوا في الملح باش يجيكم المذاقات يجيكم هما هادوك. وكتخلطوا مزيان ديك العناصر حتى كيولي على هاد الشكل هذا، وكتولي الحشوه ديالك واجده باش تعمري بها بريوات او بسطيلات صغار. هنا غنشد البسطيله ديالي اللي عندي هنا كيلو ونص ديال البسطيله. غنشد نقسمها على 4 على شكل مربع بحال هكا كما كنقسموها في النص، ومن بعد كنقسموها على نص. داك النص كنعاودو نقسموه على نص، يعني الربع ديال ورقه البسطيله. كتجيبوها في نفس النهار وتخدموا بها في نفس النهار باش ما تقطعش ليكم. هنا كتبداو تجمعوا بواحد المغطى، كتشدوا واحد المغطى ديال واحد البواطه عندكم وتحطوها وكتدهنوا بالزيت، وتبداو تجمعوا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا في الفيديو. غير بشويه بحال كتلمطوا شي مخده مدوره بحال هكا، غير بشويه بيديكم. يد كتشد في الورقه ويد كتجمع من الجنيبات. وما تخليوش ليها داك الكرينات باينين. المهم كديروها مدوره على شكل بسطيله صغيره كتجي مخيره. من بعد كتسدوها بالدقيق وبالماء، وكدهنوا شويه بالزيت وتحطوها. هنا غنبدا ندير واحده اخرى عاوتاني كذلك، غنعمرها بالحشوه ديال الكفته. البسطيلات نعمرهم بالحشوه ديال الكفته، وحشوه ديال الدجاج غندير بها حاجه اخرى نتوما غتشوفوا معايا. هنا كنبدا نجمع بواحد الصبع كنبقى شاده في الورقه، وصبع الاخر كيبقى يجر ليا في الورقه، وكندهن بشويه ديال الدقيق والماء وشويه الزيت مازال. وكنبقى نجمع بحال هكا البسطيله ديالي غير بشويه حتى كتجمع ليا. وكنكمل على هاد الطريقه هذه حتى كنكمل جميع البسطيلات ديالي. من بعد ما كنكمل ديك الحشوه ديال الكفته كندوز الحشوه ديال الدجاج ديالي. كنشد ديك الربع ديال البسطيله ديال ورقه البسطيله، وكنعمرو بهذا الشكل هذا باش نصايب به بريوه. ها نتوما كما كتشوفوا كنطلقوا بهذه الطريقه هذه.
وراه العجينه ديال راه الورقه ديالكم ما كتضيع مع حتى شي حاجه، ما تقطعوا منها حتى شي حاجه. بهذه الطريقه كتخدموا بها كلها بلا ما تضيعوا منها، وكتخرج لكم واحد الكميه زوينه بزاف، وكتدوز لكم رمضان كامل ان شاء الله يا ربي. ورمضان مبارك سعيد عليكم، يدخل عليكم الصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. وكنتمنى اللي باقي ما اشترك في القناه ديالي يشترك فيها، ودعموني بلايك وشي كومونتير زوين من عندكم. هنايا غادي نكمل بهذه الطريقه هذه. راني تقلت الفيديو باش تشوفوا غير بشويه كيفاش كتصايب البريوه. راه كتجي بنينه بزاف هاد الحشوه، وبلا ما تحتاجوا انكم تقليوهم، راه كيجيو مقرملين غير في الفران فقط. كدهنوهم بالزيت او بالزبده مذابه وكتدخلوهم في الفران. هذا شكل اخر بغيت نوريه لكم، اللي بغى اللي ما عجباتوش بريوه يصايب هذا الشكل هذا على شكل سيجار، راهم حتى هما ساهلين. ونفس التقطيعه ديال ورقه البسطيله، راني الربع ديال ورقه البسطيله خدمت بها هاد الشكيلات كاملين تبارك الله، البريوه والسيجار والبسطيلات صغيورين، باش ما تضيعوش من الورقه ديالكم د البسطيله، تبقاو تقطعوه في الطول ولا تقطعوه بشي شكل اخر. وهاد الورقه راه الورقه الكبيره، يعني ماشي الكبيره كاع، المهم متوسطه، صغر من الكبيره شي شويه. ورقه راه كبيره يعني كتقطعوها على 4، راه كتعطي واحد الكميه كبيره تبارك الله. هنايا كنستفهم في واحد البلاستيك وكندخلهم للفريغو الفوق، كنخليوها تجمد ليله كامله حتى لغد لي في الصباح. دابا بديت كنجمع فيهم، راهم قصاحوا وتجمدوا، وكندير في البواطات، كندير في البواطه وكنغطي بالميكا، ندير في البواطه ونغطي في الميكا باش ما كيطلقوش الريحه، باش ما كيشموش الريحه ديال الفريغو، فهمتوني. وهنايا كتجمعوه مزيان في البواطه وديروا واحد البلاستيكه وتغطيو بالمغطى ديال ديك البواطه، وتخليوهم مازال في الفريغو ديالكم المده اللي بغيتو. كتجبدوهم ودهنوهم بالزبده وتدخلوه الفران يكون طايب وسخون من الفوق ومن التحت باش كيتحمروا لكم. وبصحه والراحه ديال النتيجه النهائيه. هنا غادي نحتفظ بهم في المجمد. ورمضان مبارك سعيد عليكم.